يا شيخ شعبان، يا عم الشيخ شعبان. ايه يا مصطفى، في حاجة ولا ايه؟ في ناس بتسأل عليك وعايزينك ضروري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحاكي. حلقة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل، وهي الجزء الثالث من الشيخ الشواتفي. وعلشان تفهموا أحداثها محتاجين ضروري تسمعوا الأجزاء الأولى، وهتلاقوني سايب لكم الرابط في الوصف وفي التعليق المثبت. وكالعادة ليكم كل الحرية في تصديقها أو تكذيبها. والحلقة من إعداد الكاتب المميز يونس الحداد. أنا بشكره جدا وبشكركم جميعا. ولو عندكم تجارب حابين تشاركوها معانا تواصلوا معايا على الصفحة الشخصية في فيسبوك، وهتلاقوني سايب لكم الرابط في الوصف. ولو أول مرة معانا انزل اشترك في القناة، وما تنسوش اللايك والشير في كل مكان. وبس كده، يلا بينا نبدأ الحلقة. قبل ما ابدأ قصتي واعرفكم بنفسي لازم تعرفوا ان القصة دي حقيقية، وانا كنت شاهد على كل حاجة حصلت مع الاشخاص اللي هتسمعوا حكايتهم النهاردة. وانا عارف وممكن تقولوا متأكد ان في ناس كتير ممكن تتفاجئ من غرابة الاحداث، وممكن كمان تقولوا اني بكذب علشان مش هتقدروا تستوعبوا بشاعة اللي عشناه انا واسرتي. وسواء صدقتوني او كذبتوني فانا هحكي لكم قصة اسراء ووالدتها، وهسيب لكم انتوا الحكم في الاخر. ومن غير ما اطول عليكم هعرفكم بنفسي. انا اسمي يونس، وهتكلم النهاردة عن تجربة مرت بيها خالتي وبنتها. تجربة بشعة جدا وصعبة، واشبه ما تكون اقرب للخيال. وكل كلمة هتسمعوها حقيقية 100%، وربنا على ما اقوله شهيد. خالتي كريمة دي ست غلبانة وعايشة في حالها، بقت أرملة من حوالي 2 وشوية، وده بعد ما جوزها عم إبراهيم اتوفى. فضلت عايشة في بيتها مع بنتها الوحيدة إسراء، اللي كانت طالبة بتدرس في كلية الطب سنة تانية. وبما إن مصاريف الحياة والكلية كانت صعبة، لقوا نفسهم هما الاتنين محتاجين يشتغلوا علشان يعرفوا يعيشوا. اشترت خالتي مكنة خياطة وبقت بتشتغل عليها في البيت، بتخيط وتطرز أي حاجة وكل حاجة بتطلبها الستات اللي بيجولها. أما إسراء فكانت بتدرس وبتشتغل شيف في مطعم عم محمود، ومحمود ده كان صاحب أبوها الروح بالروح، وشغلها عنده من بعد ما أبوها توفى علشان كان عارف ظروفها وعارف إنها محتاجة الوظيفة. ولو هتسألني عن عيلتهم أو قرايبهم فتقدر تقول إنهم كانوا عايشين لوحدهم، لأنهم من عيلة صغيرة قوي، يعني ملهمش قرايب كتير غيري أنا ووالدتي اللي اسمها نادية، وفي كمان محفوظ وده يبقى عم إسراء، وابنه كمال وبنته ولاء. وكانت العيلة متعودة إنها تتجمع في الأجازة، يعني كل يوم جمعة يتجمعوا مع القرايب، وساعات مع قرايب القرايب كمان، بيتغدوا وبعدها يقعدوا مع بعض كمحاولة إنهم يعيشوا حياة طبيعية زي أي أسرة عادية. وفضلت الأيام ماشية بالشكل الروتيني ده كتير، لحد ما جه يوم الخميس، وكان تاني يوم عيد ميلاد إسراء، اللي ساعتها كانت ناسية خالص المناسبة دي علشان كانت مركزة في دراستها وشغلها. المهم بعد ما خلصت الكلية وروحت بيتها فتحت الباب ودخلت، لقت أمها قاعدة زي عوايدها على المكنة وبتخيط. سلمت عليها واستأذنت منها إنها تدخل لأوضتها علشان تغير وتنام وترتاح شوية، لأن كان لسه عندها شفت تاني بالليل في المطعم. وصحيت بعد ساعتين وقامت غسلت وشها، غيرت هدومها ونزلت علشان تروح الشغل.
ولغاية كده يومها كان عادي جدا جدا. بس الأحداث هتبتدي تتغير من ساعة وصولها لشغلها. إسراء وصلت المطعم ودخلت المطبخ وبدأت تعمل الطلبات للزباين، وكانت هي شغالة عليها وبتجهزها كالعادة. بعدها فتحت التلاجة وجابت منها طبق جبنة رومي وحطته جنبها علشان كانت محتاجاه في تجهيز أطباق العشاء. وبعدها كملت شغل عادي. شوية وجت تاخد من الجبنة الرومي، لقت الطبق اتغير وبقى نوع تاني من الجبنة. استغربت شوية علشان كانت متأكدة انها ما غلطتش في الطبق، بس كبرت دماغها. قالت انها كده كده هتحتاجه في طلبات تانية، وراحت التلاجة فتحتها وجابت منها طبق الجبنة الرومي، وكملت تجهيزاتهم وادتهم للمساعدين بتوعها، وهم اللي ابتدوا يوصلوهم للترابيزات. وبعد ليلة طويلة ومتعبة في الشغل، خلصت إسراء الشيفت بتاعها وكانت لسه هتمشي. فجأة سمعت صوت زبون بيصرخ وبيقول: بطني بتتقطع يا ناس. خرجت من المطبخ بسرعة تشوف مين اللي بيصرخ ويا ترى ايه اللي حصل معاه. لقت ان الزبون ده اخر زبون من الزباين اللي حضرت لهم العشاء، وكان واضح عليه التعب الشديد. جريت عليه بسرعة علشان تحاول تساعده، ومش بس هي اللي عملت كده، لا ده كل الناس اللي كانوا موجودين ليلتها في المطعم اتلموا على الراجل علشان يشوفوا ايه اللي جراله. واولهم كان صاحب المطعم عم محمود. الراجل يا عيني فضل يتألم ويكح جامد لغاية ما رجع من معدته كورة سودا صغيرة، وكان ملفوف عليها ورقة مكتوب في الورقة دي بخط صغير ورفيع: من القرين احذري، لن أقدر، سيسلط عليك الحاصد. طبعا محدش استوعب اللي حصل ساعتها، وخصوصا بعد الكلام الفارغ والغريب اللي لقوه مكتوب في الورقة. وطبعا مين أول شخص هتتحط عليه أصابع الاتهام؟ أكيد إسراء، وده بما إنها هي الشيف اللي عملت الأكل. هنا بدأ محمود صاحب المطعم يزعق قدام الكل ويقول: إيه شغل الدجل ده يا هانم؟ البتاعة دي كانت في طبق الزبون، بتعمل إيه؟ وقتها إسراء اتحرجت من الموقف البشع اللي اتحطت فيه، بس سكتت تماما وما اتكلمتش، لأنها ما كانتش عارفة هتنطق أو تجاوب على سؤاله إزاي. وكمان كانت في حالة صدمة وذهول من اللي شايفاه بيتقال. بس اللي أنقذها من المصيبة دي المساعدين بتوعها. هم الصراحة ما سكتوش، وأقسموا إنه هم بيقدموا الطبق للزبون الكرة دي ما كانتش في الطبق أساسا، وحتى إن الزبون برضه شهد معاهم. وده أول ما ابتدى يهدى شوية قال إن الطبق فعلا ما كانش فيه أي حاجة غلط أو حاجة غريبة، وبدأ يلوم نفسه ويقول إن ممكن يكون العيب منه هو. وبعدها راح واخد شنطته اللي كانت معاه ومن سكات تام مشي، وساب الكل محتارين ومش فاهمين ايه اللي حصل. ساعتها بص محمود لإسراء وطبطب عليها وقال لها: معلش يا بنتي، ده شغل، غير ان كمان فيها سجن لو كان جراله حاجة، علشان خاطري سامحيني يا بنتي. ابتسمت إسراء وقالت له مفيش مشكلة وانها مش زعلانة، وبعدها استأذنت منه وروحت بيتها. وليلتها بقى ما كانش في دماغها اي حاجة من اللي حصلت مع الزبون او حتى اللي شافته في الورقة. كان كل اللي شاغل بالها ليلتها ان تاني يوم هو الجمعة، يعني اجازة والمفروض ترتاح شوية في البيت. بس لا، هي بدل ما ترتاح شوية كان مطلوب منها تروح لبيت عمها هي وامها علشان يقضوا النهار معاه ومع ولاده. وده كان زي ما قلت قبل كده طقوس اسبوعية في العيلة. ونسيت اقول على حاجة كمان، انا وامي اوقات كتير كنا بنروح معاهم عند محفوظ. المهم وصلت إسراء لبيتها، واول ما دخلت لقت امها قاعدة في الصالة وراسها مكفية على المكنة، كانت شغالة في تطريز حتة قماش معاها. بصت على الساعة ولقت الوقت متأخر. استغربت لان في العادة امها ما بتشتغلش على المكنة بالليل، وكمان صوتها في الليلة دي كان عالي جدا وبيزيق بشكل مزعج. بس إسراء سابتها تكمل شغلها ودخلت اوضتها علشان متعودة ان امها ما بتحبش حد يزعجها وهي شغالة، ولا حتى حد يقرب منها، علشان بتبقى مخنوقة وروحها في مناخيرها من الشغل، وكمان بتتعصب من اقل حاجة. المهم نامت إسراء زي القتيلة من تعب اليوم، وصحيت في نص الليل عطشانة وريقها ناشف. قامت من على سريرها وراحت المطبخ تشرب.
وأول ما فتحت التلاجة اتفاجئت بحاجة غريبة هي عارفاها كويس. كان طبق الجبنة الرومي. أيوة، كان موجود قدامها في نفس الطبق، وكان جواه نفس الكورة السوداء اللي رجعها الزبون في المطعم، وكمان كان مكتوب عليها نفس الكلام بس مع اختلاف بسيط في المعنى. الكلام كان كالتالي: احذري احذري، لن أقدر. وفجأة سمعت صوت من ورا التلاجة كان بيقول لها: أنا القرين. بعدها على طول صوت ضحكة مخيفة خلت الدم يتجمد في عروقها، خصوصا ان الصوت اللي سمعته ده كان طالع من الحيطة. ايوه، الحيطة اللي ورا التلاجة بالظبط. هنا إسراء بدأت ترجع لورا بظهرها علشان تحاول تخرج بره المطبخ، لانها كانت خلاص هتموت من الرعب والخوف. وكانت الورقة لسه موجودة في ايديها. كملت قراية اللي مكتوب فيها وكان كالتالي: سأتعاون وأنقلب على أختي، ليس هناك أي مفر. وبما إن الكلام اللي مكتوب ده كان مشابه للكلام اللي كان في ورقة الزبون، بدأت إسراء تقلق وتخاف، خصوصا إنها ما كانتش معتقدة إنها هتمر في يوم من الأيام بتجربة مرعبة شبيهة لدي في عالم الماورائيات، واللي أصلا كانت بتتجاهله تماما. ده حتى بدأت تشك في قواها العقلية، وفضلت تحاول تلاقي مبررات للي شافته وسمعته. يعني شوية تقول إنها أكيد هلوسة من كتر الضغط اللي عايشاه ما بين كليتها وشغلها، وشوية وتقول إنها أكيد بتتخيل بسبب اللي حصل مع الزبون النهاردة، وإن عقلها الباطن هو اللي بيصور لها كل الأحداث دي. قطع تفكيرها وشرودها ده صوت مزعج جاي من الصالة. كان صوت مكنة الخياطة اللي اشتغلت فجأة. قربت إسراء من الصالة شوية علشان تتفاجئ إن المكنة شغالة لوحدها وأمها أصلا مش قاعدة عليها. وقتها حاولت بكل قوتها تمسك أعصابها وقربت من المكنة، وكانت بتقول في نفسها: إزاي أمها ما صحيتش على الصوت المزعج ده لحد دلوقتي؟ وإزاي مفيش حد من الجيران جه يخبط علشان يشتكي من الصوت؟ وإزاي أساسا المكنة شغالة لوحدها؟ والغريب أكتر في الموضوع إن صوت التزييق اللي كان طالع من المكنة كان بيخف ويوطى أكتر وأكتر كل ما كانت بتقرب منها، لحد ما سمعت صوت بينده باسمها. اتخضت إسراء جامد أول ما سمعت الصوت، لدرجة إنها نطت من مكانها. بعدها استوعبت إن ده كان صوت أمها اللي كانت واقفة وراها وبتتكلم. وقتها هديت شوية وقالت لأمها: حرام عليك يا ماما، والله خضتيني يا شيخة، كنت تعملي أي صوت إن شاء الله حتى تكحي. ردت أمها وقالت لها: صوت إيه اللي عايزاني أعمله؟ أنت اتهبلت يا بت؟ أنا صحيت لقيتك واقفة مكانك هنا. أيوة صحيح، أنت كنت بتعملي إيه؟ إسراء قالت لها: ولا حاجة يا ماما، أنا كنت عطشانة قمت أشرب بس. أمها قالت لها: وإحنا من إمتى بنحط المية هنا؟ يا بنت المية في التلاجة مش في الصالة. على كل حال ادخلي نامي شوية وارتاحي، علشان الصبح رايحين لبيت عمك محفوظ، ده غير إن خالتك نادية هتيجي عندنا الصبح هي ويونس، وأنا كمان هدخل أوضتي أكمل نومي علشان تعبت النهاردة قوي. أصل نزلت اشتريت حاجات واتأخرت بره، وبصراحة ما كانش فيا حيلة اشتغل على المكنة خالص. وقبل ما تكمل كلامها وعند الجملة دي، حست إسراء إن الدنيا كلها بتلف بيها. برقت عينيها وقعدت تكلم نفسها وتقول: نعم، أمال مين اللي كانت قاعدة على المكنة وبتشتغل أول ما رجعت من الكلية؟ ومين اللي كانت برضو قاعدة على المكنة أول ما رجعت من الشغل بالليل؟ ساعتها اتأكدت إن في حاجة مش طبيعية بتحصل معاها، بس ما كانتش عارفة إيه هي. فاقت من شرودها على صوت أمها وكانت بتزقها وبتقول لها: ما تدخلي تنامي. وفعلا دخلت إسراء أوضتها، بس مش علشان تنام، لا، ده علشان تعرف تفكر في كل حاجة حصلت النهاردة. وبدأت تسأل نفسها شوية أسئلة. هي تعرف إيه عن القرين؟ ومين هو القرين وبيعمل إيه؟ وافتكرت كلام صديقتها مروة اللي كانت بتكلمها كتير عن الحاجات الخارقة للطبيعة. كانت بتقول لها إن قرين الشخص هو توأمه أو أخوه أو أخته اللي موجودين تحت الأرض أو من العالم السفلي. وفضلت تفكر وتحلل لغاية ما راحت في النوم، بس يا ريتها ما نامت أصلا، لأنها شافت حلم غريب جدا خلاها تقلق أكتر. حلمت إنها ماشية في نفق طويل،
وفضلت ماشية لغاية ما بدأت تشوف نور جاي من بعيد. بعدها ظهرت قدامها ست غريبة، كان شكلها عامل زي بتوع الموالد. كانت قاعدة على الأرض، وأول ما شافت إسراء كلمتها وقالت لها: نصيحة يا بنتي من اللي بيخاف عليكي أكتر من نفسك، ما تروحيش لعمك، ده هيغنيكي عن أذى كتير في انتظارك موجود. أنا بحذرك. بعدها الست بدأ صوتها يتغير وكملت كلامها وقالت: لن أقدر، سيسلط عليك الحاصد. وعند الجملة دي بالخصوص صحيت إسراء وهي مش فاهمة ايه معنى الحلم ده، او حتى ممكن تكون ايه الرسالة منه. ساعتها دخلت امها اوضتها وقالت لها تقوم تجهز علشان يدوب يفطروا وبعدين يروحوا عند بيت عمها. وفعلا قامت إسراء من سريرها ودخلت الحمام وخدت دش، بس وهي خارجة من الحمام اتفتحت الحنفية لوحدها. رجعت قفلتها وخرجت من الحمام وقفلت الباب وراها، ومفيش ثانية وسمعت صوت الحنفية بتتفتح تاني. ساعتها افتكرت انها كانت قافلة موتور الحمام اساسا، وبمجرد ما عدت الفكرة دي في بالها لقت الحنفية بتتقفل لوحدها. واكيد كأي رد فعل طبيعي كانت اول حاجة عملتها إسراء انها جريت بسرعة لأوضتها وهي في قمة الرعب والفزع. كانت بتترعش بشكل طبيعي وبتستعيذ بالله، وبرضه والتاني مرة بتبدأ تشك في قواها العقلية. اصله مفيش سبب منطقي ولا مقنع يخليها تعيش او تشوف كل الحاجات اللي بتشوفها من امبارح. المهم قامت لبست هدومها وجهزت نفسها لمشوار النهارده. وخلال الوقت ده كنت انا وامي وصلنا لبيت خالتي كريمه وبنتها إسراء. قعدنا وفطرنا معاهم، وبعدها نزلنا كلنا وركبنا عربيتي وانطلقنا لبيت محفوظ. كانت إسراء قاعده جنبي وبتبص من الشباك، كان باين عليها قوي سرحانه او في حاجه قلقاها. وفي لحظه بدات تصرخ وتقول لي: وقف العربيه يا يونس، وقف. وقتها وقفت مره واحده، وقبل ما انطق باي حرف او اسالها فيه ايه لقيتها بتنزل بسرعه من العربيه وجريت ناحيه ست كانت قاعده على الرصيف. الست كانت بتعيط وباين عليها الفقر والحوجه. إسراء جريت عليها، اما انا فكنت واخد دور المتفرج في المشهد ده، وطبعا سمعت كل الحوار اللي دار ما بينهم. اتكلمت إسراء وقالت للست دي: انتي نفس الست اللي شفتها في الحلم. هو انتي عايزة مني ايه؟ وليه ظهرتلي في الحلم اساسا؟ الست ردت عليها وقالت لها: حلم ايه يا بنتي اللي هجيلك فيه؟ بقولك ايه، اقرالك الكف، نفعيني تكسبي فيا ثواب، انا ما كلتش بقالي يومين بحالهم. إسراء كانت لسه هتمشي من قدامها، بس الست ندهت لها وقالت لها انها هتقرا لها الكف، وان عمرها ما هتلاقي حد بيعرف يقرا الكف زيها. في الاول اترددت إسراء شويه وكانها بتفكر ايه اللي هتعمله ده. هي بنت عقلانيه جدا ومتعلمه، يعني ملهاش في قصص التنجيم وقرايه الطالع. دي واحده بتدرس في كليه الطب، يعني كل تفكيرها معتمد على العقل والمنطق وبس. لكن في لحظه واحده قررت تسمع كلام الست وتخليها تقرا لها الكف. وفعلا شفتها وهي بتقرب من الست وبتمدلها ايديها. وقتها الست دي جابت منديل مبلول ومسحت بيه ايد إسراء، وكلمتها بطريقة زي ما تكون بتحذرها من شر او اذى قريب منها. قالت لها: اياك تروحي لعمك، ده فيه معاناة وألم كبير، هتعاني لمدة غير معلومة، واوعاكي توافقي بالستر، خصوصا لو اللي عرضوا عليكي خاين. كملت الست كلامها وقالت: انا عايزه اقولك حاجه مهمه، طالما انت شفتيني في الحلم يبقى اكيد انت مبعوتالي، بالله عليك تراضيني واديني حاجه لله. ساعتها إسراء طلعت فلوس وادت الست اللي في النصيب. وطبعا امي وخالتي كانوا قاعدين في العربيه بيتكلموا ومش عارفين ولا سامعين اي حاجه من الكلام اللي حصل. ولقيت إسراء بتبصلي وبتقولي: من غير ولا اي كلمه محدش يعرف حاجه من اللي اتقالت، انت فاهم يا يونس؟ رديت عليها وقلت لها: انت اتجننت يا إسراء، انت بقيتي خلاص بتمشي ورا دجالين. قالت لي: لا مش دجالين، وانا عارفه انا بقول ايه، في حاجه مش طبيعيه بتحصل لي، حاجه خارجه عن الطبيعه والمنطق والعقل.
المهم انت ما تفتحش بقك بكلمة علشان خاطري، انا اللي هتكلم واجاوبهم لو سألوا عن اي حاجة. سكت غصب عني مع اني ما كنتش مقتنع بكلامها اساسا، بس انا ما بحبش اتخانق معاها ولا جادلها. رجعنا للعربية واول ما ركبنا فيها سألت خالتي كريمة إسراء عن اللي كانت بتعمله، وإسراء جاوبتها بسرعة وقالت لها إن دي ست غلبانة هي تعرفها ونزلت علشان تساعدها بأي حاجة. وصدقت خالتي كلامها وطلبت منها ما تبقاش تخضهم كده تاني. وعدى الموقف على خير وكملنا طريقنا لغاية ما وصلنا لبيت محفوظ. وصف البيت كان كبير قوي وواسع، كان من الشقق اللي بتبقى مفتوحة على بعض. المهم طلعنا وخبطنا على الباب وفتحت لنا ولاء بنته، بس لاحظنا ان المكان كان ضلمة على غير العادة. ساعتها قربت ولاء من إسراء ومسكتها من ايديها ودخلتها جوه في الضلمة، وفي ثواني الدنيا نورت والزينة ظهرت في المكان كله. ودي كانت مفاجأة لعيد ميلاد إسراء اللي كان عمها محفوظ محضرها لها. اتفاجئت إسراء اكيد بالموقف، خصوصا ان مش من عوايد عمها انه يحتفل باعياد ميلاد او مناسبات حتى، بس فرحت بالحفلة اللي معمولة على شرفها. وكان الجو جميل والكل بيغني ومبسوط، واتدلعت اخر دلع، اللي رايح بيأكلها واللي جاي بيأكلها، لحد ما المسكينة تعبت خلاص من كتر الاكل. وبعد ما احتفلنا هيصنا وقعدنا على السفرة علشان نتغدى. ساعتها اتكلم محفوظ وكان بيوجه كلامه لإسراء والخالتي وقال: انت كبرت دلوقتي يا إسراء، وديكي دخلتي كلية الطب وهتبقي قريب دكتورة، بس لو اشتغلتي في المجال ده مش هتاخدي غير ملاليم. علشان كده انا شايف اننا نجوزك ونفرح بيكي بقى، وبكده تتستتي وتقعدي في بيت جوزك معززة مكرمة. ساعتها بص محفوظ لخالتي وكمل كلامه وقال: انا طالب ايد بنتك لابني كمال، اقولك يا كريمة نقول مبروك. ردت خالتي عليه وقالت له: والله انت فاجئتني يا محفوظ ومش عارف ارد اقول ايه، انا هاخد رأي البنت وابقى اقولك. رد محفوظ وقال: ما هي موجودة قدامنا اهي، يبقى ناخد رأيها دلوقتي حالا. إسراء ساعتها كانت مصدومة ومتفاجئة من كلام عمها، وبدأت تفتكر كلام الست وتحذيرها، وافتكرت كمان انها قالت على عمها خاين. هي صحيح ما تعرفش هو خان في ايه او خان مين، بس حبت تستغل النقطة دي لصالحها وجاوبته قدامنا كلنا. قالت له بكل ثقة وقوة انها ما بتفكرش في الجواز او الارتباط دلوقتي نهائي، ده غير انها مش بتحب الخيانة. طبعا وقتها محدش كان فاهم هي تقصد ايه، وانا برضو واحد منهم. ده حتى هي شخصيا ما كانتش فاهمة هي ليه قالت كده، بس من الواضح ان كلام الست اثر عليها جامد. وبالنسبة لعمها فالجملة اللي قالتها نزلت عليه زي الصعقة، وكان بياكل فساب الطبق من ايده واتجمد في مكانه حرفيا. بعدها تملك اعصابه وتردد شوية وقال لها: انت حرة يا بنتي. ده كان عرضه عليها وهي رفضت وانتهى الموضوع على كده. وبعد ما خلصنا غدا جت ولاء خدت إسراء على جنب وسألتها هي ليه رفضت اخوها. إسراء جاوبتها بكل عفوية وبساطة انه مش علشان هو اخوكي وابن عمي يبقى خلاص لازم اوافق. لكن ولاء رجعت قالت لها انها ما قصدتش كده، وسألتها تاني ليه وصفت ابوها بالخاين. اكيد الموضوع فيه سر وهي عايزة تعرفه، بس إسراء ما عرفتش تجاوبها لانها هي كمان مش عارفة ولا فاهمة ليه قالت الكلمة دي. بعدها سابتها وراحت وقفت في البلكونة، وكانت قاعدة على السور وساندة جسمها بتحاول تصفي ذهنها وتفهم كل اللخبطة اللي بتحصل معاها. وبعد شوية سمعت حاجة بتتحرك على شمالها، وأول ما بصت عليها لقيتها قطة صغيرة كانت بتتمشى على السور وبتنونو. وأول ما لاحظت وجود إسراء قربت منها وفضلت تتمسح فيها، لكن إسراء فضلت مديها ظهرها. وفي لحظة إسراء حست بحاجة بتشدها من ورا وكأنها بتحاول تقلبها وتوقعها من البلكونة. ساعتها نزلت تحت السور ومسكت نفسها بالعافية، وبصت علشان تشوف القطة لقيتها اختفت كأنها ما كانتش موجودة أساسا. ساعتها جريت إسراء ووصلت للصالة واتفاجئت بعمها بيوقفها، مسك ايديها وقعد يزعق ويشخط فيها ويسألها في ايه. وأول ما بصت في وشه اتصدمت باللي شافته، كان في جزء من وشه محروق وكان في خرابيش كتير. كان المنظر مرعب جدا بالنسبة لها،
فبدأت تصرخ بصوت عالي قوي، وفضلت على الحال ده لحد ما ضربها عمها بالقلم على وشها، وقعت على الأرض مغمى عليها. ولما فاقت لقت نفسها نايمة في سريرها وأمها قاعدة جنبها. كان واضح إنها متعصبة جدا منها. خالتي زعقت فيها وسألتها: إيه اللي عملتيه عند عمك ده؟ وقتها حاولت إسراء تحكي لها وتشرح لها عن كل اللي بيحصل معاها واللي بتشوفه، بس أمها رفضت تسمعها وسابتها في الأوضة وخرجت منها. تاني يوم كنا يوم السبت، وإسراء كانت حاسة بتعب شديد في جسمها، علشان كده ما قدرتش تروح الكلية وكملت نوم. نامت كتير قوي قوي، وكانت في مفاجأة مستنياها، لأنها أول ما صحيت لقت نفسها نايمة على حصيرة في التراب. طيب هي ازاي وصلت هنا وامتى وبقالها قد ايه؟ كل دي أسئلة ما كانتش تعرف إجابتها. الحاجة الوحيدة اللي كانت تعرفها ومتأكدة منها كمان إنها هتموت من الرعب والخوف لو فضلت هنا أكتر من كده. وبدأت تجري بسرعة في المكان، واللي بالمناسبة طلع مقابر، واكتشفت إن عارفة المكان ده كويس قوي. دي مقابر العيلة وده قبر أبوها. بس للأسف كل ما تجري وتحاول تخرج من المقابر كانت بتلاقي نفسها رجعت تاني لنفس المكان، زي ما تكون اتحبست في متاهة ملهاش أول ولا آخر. الإحساس باليأس والرعب تملكها، بقت متأكدة إن هي دي النهاية، وإن مش هتخرج من المكان الملعون ده أبدا. وفي عز استسلامها للمصير المشؤوم فجأة سمعت صوت جاي من وراها وبينده عليها: إسراء، إسراء يا بنتي. كان صوت عم خميس التربي. بصت وراها وشافت مخلوق مرعب وبشع جدا. كان رفيع وطويل قوي زي العمالقة، لونه أقرب ما يكون للون البني، وراسه فيها جرح كبير، وعنده عين واحدة في وسط راسه، وكان فاتح بقه على الآخر زي ما يكون عايز ياكلها، وكان عنده ضوافر طويلة تشبه مخالب الحيوانات. كان بيمشي بثبات وبيقرب منها شوية بشوية، وقبل ما يوصل لها سمعت صوت عم خميس بيندها تاني من وراها. بصت عليه، والمرة دي كان خميس التربي بجد، مش المخلوق المرعب اللي كان قدامها من شوية، واللي بالمناسبة اختفى بطريقة مش مفهومة. جريت إسراء عند خميس وكانت في حالة ما يعلم بها إلا ربنا، بتترعش جامد من الخوف والبرد والصدمة، وكان فاضل لها شوية وتفقد الوعي. بس هو طمنها وسألها هي بتعمل ايه في المقابر في وقت زي ده، وكان متفاجئ منها علشان لابسة هدوم بيتي. بس هي قالت له إنها كانت نايمة في سريرها في أوضتها، ولما صحيت من النوم لقت نفسها هنا ومش عارفة ازاي وليه، العلم عند الله وحده. بدأ عم خميس يستعيذ بالله ويضرب كف على كف، وطبطب عليها وخدها معاه لبيته، وهناك ساعدتها مراته وادتها هدوم كويسة علشان تستر نفسها، وبعدها خرجها من المقابر ووصلها بيتها. وأول ما خبطت على الباب فتحت لها خالتها نادية اللي هي أمي، خدتها في حضنها وسألتها السؤال البديهي: انت كنت فين يا إسراء؟ خضتينا عليكي. وقبل ما تلحق إسراء تجاوبها جت أمها ومسكتها من شعرها وكانت عايزة تضربها، بس أمي حاشت عنها وهدتها وقالت لها إنهم هيعرفوا كل حاجة بس بالهداوة مش بالضرب والزعيق. وفعلا بدأت تحكي لهم كل حاجة، من ساعة ما كانوا عند عمها بيحتفلوا بعيد ميلادها للساعة اللي صحيت فيها ولقت نفسها في المقابر. وطبعا كان الموضوع أكبر وأغرب من إنه يتصدق، وخصوصا من خالتي اللي كانت مش مقتنعة بكلام بنتها، بس ما كانش في إيديها أي حاجة تعملها غير إنها تحاول تساعدها بأي طريقة ممكنة. المهم إسراء دخلت أوضتها علشان ترتاح من مغامرة الرعب اللي عاشتها، وفي الوقت ده كانوا أمي وخالتي قاعدين في الصالة بيتكلموا، وأنا كنت قاعد معاهم. كانت خالتي شاكة أو تقريبا متأكدة إن بنتها اتلبست. ساعتها أنا اتكلمت وقلت لهم على اللي عرفته من إسراء، وحكيت لهم برضه عن الست اللي بتقرا الكف وعن الحاجات اللي قالتها اليوم إياه، وإنها حذرت إسراء كتير. وبعد اللي سمعوه مني أم قالت إنها تعرف الشيخ مرزوق اللي كان ساكن فوقينا، وإنه كان بيسمي نفسه معالج روحاني، لدرجة إنه كان فاتح مكتب بغرض استقبال الناس اللي كانوا بيجوله من كل حتة علشان يتعالجوا. وأول ما خلصت أمي كلامها سمعنا صوت إسراء وهي بتزعق في حد وبتقول له: اخرج من أوضتي، هقتلك هقتلك.
وهنا جرينا احنا التلاتة على اوضتها علشان نطمن عليها، واتصدمنا اول ما شفناها. إسراء كانت ماسكة سكينة وواقفة قدام الحيطة وبتزعق فيها وتقول: هذبحك، هموتك، انا هموتك. لما دخلنا شافتنا إسراء، وكان رد فعلها عنيف جدا، وبالخصوص تجاه خالتي اللي هي امها، لانها جريت ناحيتها وكانت هتضربها بالسكينة، بس الحمد لله انا لحقتها في الوقت المناسب. مسكتها وحطيتها على سريرها وكتفتها بحبل، وهي فضلت تتشنج وتصرخ وتقول حاجات غريبة ومش مفهومة، زي مثلا الحاصد جاي، ربطوني بيكي، محدش هيقدر، وحاجات تانية شبه كده. وفضلت على الحال ده لمدة طويلة، تزعق وتصرخ وتقاوم علشان تفك نفسها. وبصراحة كنا في وضع لا نحسد عليه، وعلشان تزيد الطينة بلة، فجأة لقينا اللمبة اللي في أوضة إسراء بتفرقع وبتضرب لوحدها. ساعتها اترعبنا أكتر وخرجنا من الأوضة بسرعة. اضطريت أسيب أمي وخالتي مع إسراء، ونزلت جري للعربية علشان أروح أجيب الشيخ مرزوق جارنا. وخلال الوقت اللي أنا غبت فيه كانت خالتي كريمة تعبت وبدأت تدوخ وحست إنها تقع، فدخلت الحمام علشان تغسل وشها وتفوق شوية. وأول ما خرجت اتخيلت إسراء واقفة جنبها وماسكة نفس السكينة. اتخضت ووقعت على الأرض واغمى عليها. ساعتها أمي سمعت صوت الهبدة بتاعتها، جريت تشوف أختها ولقيتها واقعة قدام باب الحمام. قربت منها وسندتها وقومتها. وكانت خالتي وقتها تقريبا فاقدة الوعي تماما، بس قدرت أمي تنقلها لأوضتها وتحطها على السرير، وقعدت جنبها تستناني أنا والشيخ مرزوق. وكانت لسه هتتصل بيا بعد ما حست إني اتأخرت، لقيتني بخبط على الباب وهي اللي فتحت لي. دخلت الشيخ وحكينا له عن إسراء، وأول جملة قالها: هتدفعوا كام؟ الصراحة أنا كنت عايز أضربه بسبب وقحته الزيادة، بس مسكت نفسي بالعافية وسبت أمي هي اللي ترد عليه. قالت له إنها هتديله كل اللي هو عاوزه، لكن بشرط إن إسراء وخالتي يخفوا ويبقوا كويسين ويرجعوا لطبيعتهم. ومرزوق ساعتها مردش على أمي، قام ومشي في البيت شوية ودخل الحمام، وبعدها قال: محدش يفتح الباب أو يدخل عليا إلا لو خبطت 3 مرات ورا بعض، انتوا فاهمين؟ حتى لو غبت ساعة أو 2 أو 10. كلامي واضح ولا عيده تاني؟ قلنا له تمام حاضر. ودخل الحمام متأخر كتير قوي، عدت ساعات وهو جوه، واحنا مستنيين ومش عارفين نعمل ايه او نتصرف ازاي. وفي نفس الوقت كانت إسراء عمالة تصرخ، وصرخها يعلى اكتر طول الوقت اللي كان فيه الشيخ جوه الحمام. ومرة واحدة سمعنا خبط على الباب، 1 2 3، 3 خبطات قوية جدا جدا. وسمعنا صوت الشيخ بيصرخ وبيقول: الحقوني، افتحوا بسرعة. جرينا وفتحنا الباب ولقيناه مقرفص على الأرض، كان جسمه وهدومه كلها متقطعة، وكان متعور وشكله متبهدل على الآخر. اتكلم بصعوبة وقال: الحقوني هموت. شلناه أنا وأمي وسندناه، وأول ما خرجناه من الحمام الباب اترزع واتقفل لوحده. أمي وقتها اترعبت وسابتنا ووقفت بعيد، بس أنا كملت وسندته وقعدته على الكرسي. وأول ما خد نفسه وهدي شوية قام وفتح الباب وجري في الشارع وسابنا لوحدنا. في الوقت ده كانت إسراء لسه بتصرخ، بس أول ما رن تليفونها اللي كان بره موجود معانا صرخها سكت تماما وعم الهدوء. مسكت أم التليفون، لقت مروة صاحبة إسراء هي اللي بتتصل. ردت عليها وقالت لها إن إسراء تعبانة دلوقتي ومش هتقدر تتكلم، بس مروة مرضتش تقفل وأصرت تعرف إيه اللي حصل لصاحبتها. وبما إن أمي كانت عارفة إن مروة هي صاحبة إسراء الوحيدة، فحكت لها على كل حاجة. طبعا اتضايقت مروة كتير للوضع اللي وصلت له صاحبتها، وقالت لأمي إنها تعرف شيخ كويس ومحترم، وإنها هتجيبه وتيجي فورا، وإن اللي فيه الخير يقدمه ربنا. ولحد هنا خلصت حلقة النهاردة، وأنا عارف إن القصة اتقطعت في حتة مهمة قوي، لكن استنوا الجزء اللي بعد كده قريب جدا. بشكر يونس الحداد على إعداد حلقة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير في كل مكان،
واستنونا في حلقة جديدة من برنامج الحاكي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.